بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة، والأجواء ساخنة جدا استعدادا للمباراة التي يخوضها المنتخب المغربي الذي يمثل الأمة الإسلامية وبين ماكرون ومنتخبه الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن أنه غدا الأربعاء سوف يزور قطر ليحضر ويشجع المنتخب الفرنسي في مباراته ضد المغرب. فيجب علينا جميعا أن نتكاتف ونشجع المنتخب المغربي. وقد أطلق عدد من النشطاء هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه في حضور ماكرون في داخل الملعب يجب على كل المشجعين داخل الملعب وخارجه وعبر الشاشات أن يرددوا هتاف في وجه ماكرون، هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرئيس الفرنسي ماكرون تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم وأساء للرسول في مناسبات عديدة، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ماكرون النظافة. ما كانوا يستحمون أصلا، يعني لولا الإسلام ولولا الوضوء تفتح أي كتاب فقه إسلامي أول شيء باب الطهارة. فالمسلمون علموا أوروبا وعلموا ماكرون أنه يستحمى ويغسل وشه ويدخل الحمام، لأنهم كانوا يتبولون في الشوارع يعني، وحاجات يعني سيئة جدا. سأترك فيديو من التلفزيون الفرنسي يشرح هذا، فأرجو أن الجميع يوحد هذا الهتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا في نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. والإخوة الهتيفة بقى أنا مش ما بفهمش في الهتافات أوي. المهم هذه مسألة مهمة جدا. هذه المباراة ليست مجرد مباراة كرة قدم. المسلمين من ماليزيا إلى النيجر إلى تشاد إلى السنغال إلى نيجيريا إلى كينيا إلى الصومال، من أندونيسيا إلى تركيا إلى البوسنة والهرسك، كلها حول الفريق المغربي. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على فرنسا بكل جرائمها ضد المسلمين في الجزائر، في المغرب، في تونس، في تشاد، في النيجر، في السنغال. فرنسا وقيامها باغتصاب المسلمات أو أخذهن إلى باريس ليعملن هناك عبدات أو وضعهن في حدائق كي يتفرج عليهن الفرنسيين. تعالوا نبدأ ونرى. أولا نبدأ من التلفزيون الفرنسي، نشر تحت عنوان مونديال قطر 2022 ماكرون سيكون حاضرا الأربعاء في مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب. في تفاصيل الخبر، أعلنت وزيرة الرياضة أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيتوجه إلى قطر الأربعاء اللي هو غدا يعني لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب. الصحافة الفرنسية أدركت أهمية هذه المباراة ونشرت عنوانها باللغة الفرنسية انتصار أمة، ووضعت صور اللاعبين المغاربة والمسلمين وهم يقومون باحتضان أمهاتهم وتقبيل رؤوس أمهاتهم. فالمجلة الفرنسية نفسها تدرك أن المسألة ليست مجرد مباراة عادية أو مباراة بين المغرب وفرنسا، بل هذه مباراة تمثل الأمة كلها، انتصار أمة. هنا الدكتور أحمد موفق زيدان الإعلامي السوري كتب: هتافنا جميعا غدا في مباراة المغرب وفرنسا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون الذي نال من النبي عليه الصلاة والسلام، فلنستعد جميعا لذلك. هنا أيضا أحد الإخوة المغاربة اقترح أن يكون الشعار هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالوا نشاهد الشعار اللي غترددوه كاملين: لا إله إلا الله محمد حبيب الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا الدكتور محمد الصغير الأمين العام لهيئة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لتوحيد الهتاف بالصلاة على النبي ضد ماكرون خلال حضوره في المباراة. فكتب الدكتور محمد الصغير: في مباراة المغرب فرنسا هتاف الجميع صلوا على النبي، صلوا على النبي، ردا على حضور ماكرون ومن باب حرية التعبير نشجع المغرب ونهتف للرسول. لكن أرى أن هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله أقوى، لأنه هو شهادة التوحيد نفسها. أيضا فيه البعض نشر عن أنه المفروض يكون النشيد هو نشيد طلع البدر علينا. هنا حساب الأستاذ وليد قال: المغرب فرنسا بالتوفيق لمنتخب المغرب، وإن شاء الله يكمل مشوار الانتصارات ونشجع المغرب ونهتف للرسول وننصره كما فعل جمهور الاتحاد في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع النشيد.
أيضا الإعلامي الليبي عماد فتحي كتب على حسابه على تويتر أن حضور ماكرون لمباراة المغرب وفرنسا نتمنى أن يهتز الملعب بهتافات لا إله إلا الله محمد رسول الله. وضع هاشتاج نشجع المغرب ونهتف للرسول. طبعا هنا بعض الرسومات، يعني الأسد المغربي هو يفترس الديك الفرنسي، يعني بعض الرسومات المشجعة للفريق المغربي. طبعا هنا فريق الساجدين بإذن الله إن شاء الله ربنا ينصرهم، وبإذن الله إن شاء الله يسجدون من جديد لله، ودائما نحن نسجد لله دائما في كل وقت، وبإذن الله إن شاء الله يقبلون رؤوس وأيدي أمهاتهم مرة أخرى بإذن الله. هنا في ماليزيا الجماهير الماليزية المسلمة كانت تشجع المنتخب المغربي خلال المباراة الماضية أيضا بهتافات إسلامية وأناشيد إسلامية. تعالوا نشاهد. هنا ما يفعله الرئيس الفرنسي ماكرون في المسلمات كما نشاهد، يسلط الشرطة الفرنسية للاعتداء على المسلمات في الشوارع المدن الفرنسية، كل جريمتهن أنهن مسلمات، يرتدوا حجاب يرتدوا نقاب، وانت مالك؟ انت الفرنسية وانت يعني الفرنسية ما بتيجي عندنا القاهرة ولا بتيجي أي مدينة بنجبرها على ارتداء الحجاب؟ يعني هي حرة ترتدي حجاب ترتدي نقاب، وانت مالك؟ وهذه بلدها أصلا، لأنه لولا المسلمين لكان الجيش الألماني بتاع هتلر لسه بيحتل باريس. فمن فرنسا لما انهزمت في الحرب العالمية الأولى استدعت المسلمين من الجزائر والمغرب وتونس وتشاد والنيجر والسنغال كي يحرروا يدافعوا عن فرنسا. هم استدعتهم مرة ثانية ليحرروا باريس لما ألمانيا احتلتها. فالمسلمون حرروا فرنسا بعرقهم ودمهم. فليس من حق ماكرون ولا لغير ماكرون من هؤلاء العنصرين أن يقول ليست هذه بلدكم وقعدوا إلى بلادكم. لا يا حبيبي، احنا أبائنا ماتوا هنا وقتلوا هنا ودمهم سالوا هنا، وأصحاب حق وأصحاب أرض في أرض فرنسا. في إيه؟ في إيه التعصب الديني دي؟ تعصب ديني بحت جدا. انظروا ما يحدث للمسلمات، انظروا كيف يلقون القبض على المسلمة، انظروا الشرطة الفرنسية تهمة جريمة ان هي بترتدي الحجاب. انظروا هنا ايضا المضايقات. انظروا حضراتكم لهذه الصورة، صورة نساء كلهن عاريات على الشاطئ، طبعا عملت تمون على اجسادهن. ففيه امرأة مسلمة كل الحكاية ان هي لابسة بنطلون ولابسة حجاب ولابسة تيشيرت. فالشرطة الفرنسية شوف كم ضابط يا اخي، 1 2 3 4 5. ايه يا عم انتوا رايحين تقبضوا على عصابة مسلحة؟ والجريمة ايه؟ امرأة نائمة مالهاش دعوة بحد. قالوا لا اصل انت لست عريانة، احنا عاوزينك، الجريمة انك لست عارية، احنا عاوزينك بلبوص. تخيل جريمتها ان هي ليست عارية، دي اصبحت جريمة. هذه فرنسا. فين حرية الملبس؟ اين حرية الاعتقاد؟ اين شعار الثورة الفرنسية الحرية والعدالة والاخاء والمساواة؟ فلابد ان ربنا ندعو الله ان ينصرنا غدا على فرنسا، اللهم امين. شوفوا اكبرها ان هي تخلع ملابسها، انظروا. فطبعا المسلمات خرجنا في مظاهرات كثيرة، وطبعا وزير الداخلية الفرنسي كل يوم شتيمة في المسلمين، كل يوم اضطهاد في المسلمين، كل يوم سجن في المسلمين، كل يوم تفتيش مقر جمعية إسلامية ولا يجد شيء ويغلقها. غلق مساجد، هل احنا أغلقنا كنائس؟ شوفوا انظروا في فرنسا كم مسجد أغلقته. فرنسا بتجبرنا بتعلم اللغة الفرنسية وهي شغالة تغلق في المدارس الإسلامية، منعت تعليم اللغة العربية، منعت حتى تعليم اللغة التركية، رغم أن اللغة التركية يعني مش ليست خاصة بالقرآن أصلا، لكن رغم ذلك منعت تعليم اللغة التركية عندها، منع تماما. لكن فرنسا فتح عندنا مدارس ومدارس راهبات ومدارس دينية. وفرنسا ماكرون قال العلمانية هي أن فرنسا تمول المدارس المسيحية الكاثوليكية. أنت علماني يا عم، مالك أنت شاغل بالك بالمسيحية والإسلام؟ قال لا، والمسيحية الكاثوليكية تحديدا. هنا حضراتكم في التلفزيون الفرنسي، المغرب يقيم جسرا جويا بين الدار البيضاء والدوحة لنقل مناصري أسود الأطلس. مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وهو شيء جيد ان هو مغربي، لان عقدة الخواجات عند الاوباش اللي ماسكين بلادنا لابد ياتوا بمدرب اجنبي وخبير اجنبي. وايه يا عم في ايه؟ والله هؤلاء الاوباش الذين يحكمون بلادنا هم اللي اوصلونا لهذا المستنقع. فان هذا شخص مغربي مسلم يثبت انه هو قادر باذن الله ان شاء الله، حقق انتصارات كثيرة حتى الان.
هنا الركراكي يقول إننا لم نفعل أي شيء حتى الآن، ومن حقنا أن نحلم بكأس العالم. اللهم أمين يا رب. كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعوات أمهاتنا من المغرب. هنا طبعا بعض اللعيبة مع أمهاتهم في الفريق، وندعو الله أن يستجيب لدعواتهن. اللهم أمين. هنا أيضا كما نشاهد اللاعب المغربي وهو يعني يحتفل مع والدته، لدرجة أن صحيفة دوار التركية، وده موقع شيوعي تركي، لكن أصبحت هذه الصورة متصدرة كل الصحف الأوروبية والإعلام الغربي كله. فكتب تحت عنوان: لاعب كرة قدم مغربي يحتفل بفوز ربع النهائي مع والدته. هنا مثلا موقع جول، ده باللغة الإنجليزية، الترجمة: الأسرة هي كل شيء لسفيان بوفال. هنا أيضا موقع، ده حساب باكستاني، ستارت أب باكستان، كرس المغربي سفيان بوفال فوز فريقه التاريخي للمسلمين حول العالم. كان هو قال هذا انتصار للعرب وللمسلمين يعني. هنا حساب أحد الإخوة من أفريقيا، فقال: بالنظر إلى خطاب سفيان بوفال بعد المباراة، هذا ما قصدوا، إنه لأمر محزن. طبعا هو نسي يقول إن هذا أيضا احتفال الأفارقة، فبإذنه إن شاء الله هذا احتفال للمسلمين والأفارقة. احنا ليس عندنا عرب أصلا، نحن أمة إسلامية واحدة ولسنا أمتين عربية وإسلامية، والأفارقة نحن أصلا أفارقة أيضا. فبإذنه إن شاء الله تدارك هذا، وطبعا لأنهم اشتغلوا على التقسيم، وطبعا أصلا ما هم المسلمين يعني أهي كل ده كان، حتى الكونغو، والله الكونغو وأوغندا بكل هذا، ده كله كان بلاد إسلامية يعني. على العموم احنا بهذا نصل أفريقيا أيضا. هنا حساب رياضي، لكن ترجمة جوجل على تويتر عملته الرجال في الحلل ما هم الرجال بيتغيروا في الحلل. في باريس ولد سفيان بوفال وهو بيحتفل بالفوز مع والدته. هنا صورته وصورة والدته. ولد بوفال في باريس لأبوين مغربيين، قامت والدته بتربيته هو وأخوه بمفردها، وهي كانت تعمل، ونقل عنه قوله: أم صخرتي. هنا أيضا مدرب المنتخب المغربي وهو يقبل رأس والدته، ندعو الله أن يستجيب له. هنا أيضا وليد سفيان بوفال. هنا صحفي فرنسي اسمه بن جاكوبوس أو جاكبوس، يقول: طالما كانت لبوفال علاقة خاصة مع والدته، بالنسبة لي هي أهم شيء في حياتي. بدي عبارة بوفال. فبعد وفاة والده في عام 2019 حرص بوفال على أنها لا تقوم بمفردها. إنه لأمر رائع أن نراهم يبتسمون معا ويستمتعون بهذا الفوز المذهل. أيضا نفس هذا الصحفي الفرنسي، شوف الفطرة بتاع ربنا بتحيا داخل الصحفيين الفرنسيين أو تحيا. فكتب يقول: رقص سفيان بوفال مع والدته بمناسبة الاحتفال ببلوغ المغرب لكأس العالم لكرة القدم التاريخية. اعتاد مشاهدتها وهي تذهب إلى العمل كل يوم في الساعة 6 صباحا، ويقول: إنها ضحت بحياتها من أجلي، كان عليها أن أتحول إلى محترف من أجلها. طبعا دي ترجمة جوجل. الآن سيواجه فرنسا مسقط رأسه أو المكان الذي ولد فيه للحصول على مكان في النهائي. هنا سفيان بوفال بعد تصريحه، وهنا صاحب فرنسي اسمه داميان ريو، قال: هذا الانتصار يعود إلى كل شعوب العالم العربية والإسلامية. هذا هو تصريح سفيان بوفال اللاعب. تخيل الفضيحة لو قال أحد لاعبي منتخب فرنسا: هذا النصر يخص كل الشعوب الأوروبية والمسيحية في العالم. يعني هو يقول يجب أن اللاعبين الفرنسيين يفتخرون بمسيحيتهم كما أن اللاعبين المسلمين يفتخرون بإسلامهم. هم أحرار لاعبي فرنسا، عاوزين يفتخروا بمسيحيتهم يفتخروا، احنا مالناش علاقة يعني. ختاما ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المنتخب المغربي، أحفاد يوسف بن تشافين، أحفاد طارق بن زياد، أحفاد موسى ابن نصير، أحفاد الفاتحين الإسلاميين العظام. وبهذه المناسبة هنا كتاب عن يوسف بن تشافين الفاتح الإسلامي الكبير، أرجو الاستماع إليه. هذا الذي أنقذ الأندلس 400 سنة. وطبعا دولة المرابطين نشرت الإسلام في أفريقيا، وفرت العدل والرحمة في كل مكان حكمته. فأرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا قائمة فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.